قد أظهرت هذه المشاهد ما تعرض له الطفل السوري حمزة الخطيب من تعذيب شديد قبل أن يفارق الحياة، وجسده يحمل آثار طلقات نارية اخترقت ذراعيه وصدره لترسم ربما أسوأ بكثير مما من نظرائه في تونس. الشعب السوري ترى ما يبي شيء، يبي يعيش بكرامة. الشعب السوري يبي يقول كلمة الحق وما يخاف. الشعب السوري يبي الناس اللي ضربوا في حماة قبل 20 سنة. هي حالة متطرفة الحقيقة، لأنه من الصعب تخيل أنه حتى في جهاز أمن سادي ممكن يعمل هيك. ليش يعمل هيك؟ جهاز أمن يمسك طفل. شنو هذا النظام اللي لما قاموا الشعب قالوا نبي نغير هالنظام، نبي نعيش بكرامة، نبي نعيش بحرية، حالنا حال كل الشعوب. يعني هنا في حدا مريض عندنا من النوع السادي اللي هو انحراف نفسي، انحراف جنسي، لا يرحم في سوريا، يعني لا يتردد في التعامل بشراسة مع أي شخص يطالب بالإصلاح. هيمية في التعامل بهذا الشكل من الصعب شرس جدا مع أي شخص يعارض النظام أو يعترض على الفساد الاقتصادي، الفساد لا يتخيل. هذا مش سلوك طبيعي علي، هذا مش عقاب، هذا مش تفريق مظاهرة ولا فشة خلق. هون في شيء إما كره أو مقصود جر الآخرين. يعني أنت منظر هذا الطفل ما هو بيثير في الناس الشرف والكرامة وبيطلع الدم للرؤوس. إيش هذا الكلام الحكي؟ إيش الإشارات الجنسية؟ رب العالمين. أنا شفت صور يعني الله يهديه المعيد ما رضى يحطها، يعني شيخ ما أقدر أحط. شنو هذا؟ يعني إعلاميا ما نقدر نحط الصور. طفل على الأرض والدم يسيل منه، عمره 10 سنوات. هو الأكثر قمعية في الوطن العربي على الإطلاق. ألا تشعرون بالخزي من هيك صور؟ ألا تشعرون بالخزي والعار؟ رب العالمين اللي فوقكم. أنا ما بيحذر النظام لأن أجله قد اقترب خلاص، لكن أبي أحذر اللي معاه من قوات أمن، من استخبارات، من رجال في الحزب. أنا أقول لهم اتقوا الله، ترى وراكم عيال، خافوا رب العالمين، ترى وراكم حساب. لا تقولون أنا أسوي هذا لأني أنا بايعت النظام. شنو بايعت؟ يعني يجب أنه يخزن البشر أنه في ناس تعمل هيك مثل حالة حمزة أو آخر. خافوا الله في الشعب السوري. الشعب السوري شعب كريم، شعب عزيز، كان يعني العلم والخلافة وإدارة أن هذا النظام في سوريا لا يستمع إلى نصائح أحد. عمر بن عبد العزيز 2.5 لما غير خريطة العالم الإسلامي كله، غير نظام العالم مع الشعب السوري بالحلول الأمنية، بالإذلال، السجون السورية الطافحة بالمعتقلين السياسيين. الأخلاق والله فقير بسوريا، فقير مو لاقي ياكل، لكن لو تدخل عليه في البيت يحرم عياله ويعطيه شعب في دين، في رجولة، يحرم نفسه، لكن تردون عليهم بهذه المجازر. يعني الشعب السوري يعني شعب وطني، شعب عنده تاريخ حافل في الوطنية. يعني ما تخافون رب العالمين؟